هتعمل ايه لو لقيت نفسك في اوضه الحيطان بتقفل عليك وهتصحكك؟ اللي هيعمله اغلب الناس ان هم هيخافوا وهيصابوا بالهلع. لكن انا عايزك تبص لي كده وانا بكلمك وتركز معايا، عشان اللي انت هتعمله دلوقتي ده ممكن ينقذ حياتك. اول حاجه حاول تدور حواليك على اي حاجه ممكن تستعملها زي انبوب حديدي مثلا وتحطه بين الحيطين، وده هيبطئ من سرعتها وهيديك شويه وقت تتصرف. حاول تدور على اي ميكانيزم يوقف الحيطان زي زرار مستخبي او دراع رفع او غيره. لو فشل الكلام دوت حاول تستعمل اي حاجه قدامك وتتسلق الحيطه وتطلع تمسك في السقف، والفراغ اللي فوق ده ممكن يحميك لحد ما الحيطان تقفل على نفسها. الدكاتره بيستعملوا السماعات عشان يسمعوا نبض قلبك، وده عن طريق ان السماعه بتاخد النبضات او الموجات الصوتيه من المنطقه المسطحه فيها وتنقلها في السماعه عشان انت تسمع صوت النبض. لكن زمان قبل اختراع السماعات كان بيضطر الدكاتره ان هم يحطوا ودنهم على صدر المريض عشان يسمعوا نبضات قلبه، وده كان ممكن يتسبب في ان الدكاتره لو ما قدروش ان هم يسمعوا نبض حد عشان بس نبضه كان ضعيف شويه ممكن يشخصوا ان الشخص ده ميت. وفعلا كان في ناس بتدفن وهي حيه بسبب الخطا ده. في سنه 2010 في مراهق اكل حلزون بعد ما كان صحابه بيتحدوا ان هو ياكله. الولد رجع للبيت وتاني يوم لما صحي كان حاسس بدوخه وصداع ووجع في رجليه. لما راح المستشفى الدكاتره اكتشفوا ان هو اصيب بطفيلي بسبب الحلزون اللي هو اكله امبارح، وللاسف الطفيلي وصل للمخ عنده وبدا ان هو يتكاثر. الدكاتره وقتها ما كانش عندهم اي علاج للموضوع ده، وده لان الطفيلي ده غالبا بينزل في الكيكي. الولد بعدها دخل في غيبوبه استمرت 400 يوم، ولما فاق منها كان حاصل له ضرر كبير جدا في الدماغ تسبب له في شلل كلي في جسمه وفقد القدره على تحريك اي شيء ما عدا عينيه وتنفسه. فضل الولد في الحاله ديت لمده 8 سنين بعد كده، وفي الاخر اتوفى في سنه 2018. دلوقتي الاطباء ممكن ان هم يزرعوا قلب صناعي عشان يستبدلوا القلب اللي بايظ، والقلب الصناعي اللي هم بيزرعوه ده بيكون مكون من حجرتين، والحجرتين دول بيكون فيهم مضخات هواء وهي اللي بتساعد الدم ان هو يتزق في بقيه انحاء الجسم ويفضل شغال. وبيكون في جهاز تاني موجود بره الجسم متوصل بيه القلب، وهو اللي بيساعده انه ينظم الضربات او النبض بتاعه عشان يوصل الدم لبقيه الجسم والاجزاء المخ بشكل منتظم. في راجل ادعى ان هو لقى فار ميت جوه كنز ماونتن ديو، فراح رفع قضيه على الشركه الام اللي هي بيبسيكو، ودي طبعا كل منتجاتها مقاطعه. والشركه ردت بالاتي وقالوا ان ماونتن ديو هو محلول اسيد عالي التركيز، فالفار لما حطوه جوه ماونتن ديو بدا انه جسمه يتحلل واندمج مع السائل اللي اتحول بعدها لسائل هلامي، فمن المستحيل ان الراجل لقى الفار بحاله لسه موجود جوه الكنزايه اصلا. الدفاع اللي هم دفعوه فعلا نجحهم في القضيه، ولكن بعدها كل المستخدمين بداوا يفكروا لما هو عمل كده في الفار، امال السائل ده لما بيخش جسمنا بيعمل فيه ايه؟